مستمعي هيفي اف ام، طابت اوقاتكم. نتناول اليوم في زاوية بيفين بيسينور مصطلح الحرب الوقائية. الحرب الوقائية هي استراتيجية جديدة للأمن القومي الأمريكي حلت محل السياسات العسكرية الدفاعية التي هيمنت على الواقع العسكري الأمريكي في فترة الحرب الباردة، وهي استراتيجية قدمها الرئيس الأمريكي جورج بوش للكونغرس. ووفق هذه الاستراتيجية ستكون الولايات المتحدة جاهزة باستمرار للقيام بهجمات عسكرية في شتى أنحاء العالم، وفي أي وقت تشعر فيه بأن أمنها قد يكون موضع تهديد ما، وبذلك يتحول الجيش الأمريكي إلى قوة ضاربة على المستوى العالمي ويصبح قادرا على تنفيذ الهجمات لوحده، والهدف نقل الجبهات إلى خارج أمريكا وزيادة هذه الجبهات بحيث تصبح أمريكا قادرة على خوض عدة حروب في آن واحد، تجنبا لأحداث مثل هجمات 11 من أيلول سبتمبر. تتسم الحرب الوقائية والطابع التعميمي فليس له محددات لا في الزمان ولا في المكان ولا حتى في الحجم والأدوات، وتتسم هذه الحرب بأنها تأتي دون سابق إنذار. وتم الطلب من العسكريين الكبار في أمريكا صياغة كافة خططهم العسكرية المستقبلية وفق هذه الاستراتيجية، وهذه الحرب تحتاج للكثير من الأسلحة الدقيقة والمتطورة وكما هائلا من المعلومات الاستخباراتية حول أعداء أمريكا وخططهم حول العالم. وتركز الجهود في هذه الحرب على مواجهة الإرهابيين وأسلحة الدمار الشامل والقيام بأعمال استخباراتية دقيقة وحرب الكمبيوترات وتطوير قدرات الهجوم الجوي. هذه الحرب الوقائية تجبر أمريكا على توجيه تفكيرها نحو الطريق الأمثل لانفرادها بقيادة العالم وتفوق العسكري والتقني على باقي الدول، ولكن ما يجب الحذر منه حسب مراكز الدراسات العسكرية الأمريكية هي الحرب الغير المتوازية والتي قد تشنها بعض المجموعات التي لا تخشى قوات أمريكا دون أن تتوقع أمريكا هذا الهجوم، وتكون الأسلحة في الهجوم حديثة ومكان الهجوم غير معروف، وهذا ما يفرض على أمريكا الإسراع بنشر جواسيسها في كافة أنحاء العالم وخاصة في أجهزة الاستخبارات في كل الدول العالم. ولقد أكدت دراسة صدرت عن المجلس القومي للاستخبارات الأمريكية أن أمريكا ربما تفقد تفوقها بشكل ملحوظ بعد العام 2015 لأن خبرة العسكريين ستبدأ بالتراجع، وهذا ما دفع بأمريكا إلى تخصيص بلايين الدولارات لأجل البحوث والنظريات الاستراتيجية والتدريب للعسكريين.